شوفوا لي هالتحفة الفنية. المكدوس هو من الحواضر اللي كتير طيبة والمتواجدة على سفر الفطور تقريبا شبه يوميا، فيلا نساوي المكدوس على الطريقة الدمشقية. استلقي. بص، بدنا باذنجان حمصي، بنغسلهم، بنغلي مي سخنة، بننزلهم بعد ما قطعنا العودة من فوق. نار قوية بنغليهم من ربع ساعة ل 20 دقيقة. أما الحشوة بدنا فليفلة تكون حلوة وحدة، ننظفها وبنقطعها هيك. بدنا ندق شوية جوز وبدنا معهم توم كمان. رشعة توم، ملح صخري ومنهرسهم. هي بعد ما تستوي الباذنجانات بنكش عليهم مي باردة ونكتهم بمصفاية. بنجي للتسويك، بنشيل القمعة تبعها وبنشقها شوي الباذنجانة، بنحط ربع معلقة ملح بقلبها، وبعدين بنلك راس الباذنجانة بالملح كمان وبنحطهم بمصفاية وبنحط عليهم صحن وتقلة. شغلة يومين يعني، بدنا نصفي مية المي. هلا وقت طحن الفليفلة وبرش له رشة ملح صخري وبحركهم، بعدين بربط الكيس وبتركهم ليتصفوا من المي تبعهم لبكره. ونحركهم. بنجيب الباذنجانة وبنحط معلقة صغيرة يعني لنحشيها لتنتلع الباذنجانة. يوم كامل، ثاني يوم بنعبيهم بالقطرميز، بنكدسهم بالقطرميز مثل ما بيقولوا، بنتركهم نهار كامل، والمسويات بنصب عليه الزيت. عبقري عبقري، اول بنساوي المكدوس عبقري. اللهم صل على سيدنا محمد. وصحتين وهنا.